في فرق كبير بين الغلط وبين التجربة. الغلط ممكن يعلمك، لكن اللي ما جربش أصلا عمره ما هيتعلم. لو سألت أي حد كبير في السن إيه أكتر حاجة ندمان عليها، نادر جدا لما تلاقيه يقولك ندمان على حاجة عملتها، لكن دايما هتسمع يا ريتني كنت سافرت، يا ريتني كنت قلت الكلمة دي، يا ريتني كنت حاولت تاني، يا ريتني ما خفتش. الإنسان بطبعه بيخاف من الخسارة، بس عمره ما بيحسب خسارة الوقت اللي بيضيع في التردد. كل بكرة بتقولها بتخصم من عمرك، وكل خوف بتسمح له يمنعك بيسرق منك حياة كان ممكن تعيشها. عارف يعني ايه أصعب إحساس؟ لما تفتكر إنك كنت قريب أوي من حلمك بس سبته يعدي، مش عشان الظروف لكن عشانك انت، عشان قلت مش وقته، أو لما تكون جاهز، أو الفرصة مش مناسبة. بس الحقيقة الفرصة عمرها ما هتبقى مناسبة، انت اللي المفروض تبقى مستعد تاخدها حتى لو كل حاجة حواليك بتقول العكس. مشكلتنا اننا فاكرين الندم بيجي بعد الفعل، لكن الندم الحقيقي بيجي بعد الصمت. لما تعدي السنين وتبص وراك وتقول ياه، كان ممكن أكون شخص تاني خالص لو كنت خدت الخطوة دي. اللي بيجرب حتى لو فشل بيتغير، لكن اللي ما بيحاولش بيفضل هو نفس النسخة ونفس الدوائر ونفس الحكاية اللي ما بتكملش. في نوع من الندم اسمه ندم آمن، وده اللي بيجي بعد تجربة. بس في نوع تاني اسمه ندم قاتل، وده اللي بيجي بعد تردد. الأول ممكن تتعلم منه، لكن التاني بيفضل وجع ساكن جواك، بيفكرك كل مرة بإنك سبت فرصة تهرب من إيدك. في لحظة معينة لازم تسأل نفسك، هل أنا خايف أغلط ولا خايف أنجح؟ هل أنا بحمي نفسي ولا بعطلها؟ لأن كل ما تختار الأمان بتبعد عن الحياة. الأمان مش دايما هو الصح، أوقات كتير بيكون مجرد قفص فيه كل حاجة إلا الحرية. خدها قاعدة كده بيني وبينك، اللي بيجرب عمره ما بيرجع صفر، حتى لو وقع بيطلع بخبرة وبقوة وبنسخة جديدة منه.